الحسين صفر على الشمال، لا قيمة له، لا جهاد له، لم يتولى حتى كتيبة ولا سرية، لم يولي جده يعني مش احنا يعني مش بني أمية، احنا بني أمية والله خدوا يزيد قال له جاهد يا حسين معايا وكان جندي عادي، ما مسك سرية حتى، ولا لم أجد إنجازا للإمام الحسين. كل ما للحسين في تاريخ الإسلام والمسلمين إنه بابن فاطمة وجد النبي وابن علي والسلام عليه، في أكثر من كده بس، وليس صحابيا الحسين، هو من أطفال الصحابة، لم يدرك حتى الإسلام ولا معنى الإسلام، ولم يتعلم شيئا من جده، ولم يأخذ عنه شيئا، ولم يروي عنه أحد شيئا ولا غير ذلك. فضائل يزيد، وهناك أحداث تاريخية عظمى كبيرة عملها سيدنا يزيد رحمه الله تظهر عظمة هذا الرجل الذي غطوا على عظمته هذه بمثل تلك الأساليب المتدنية. نريد أن ننهي على هذه الثقافة التي تطعن في أمير المؤمنين يزيد، فهو أمير وخليفة للمسلمين. أنا أحب يزيد وأترد عليه، أنا أحب يزيد وأترد عليه. شكرين، اللهم إنا نتمنى أن نحشر مع يزيد. ماذا فعلت يا يزيد؟ إنها سبة في جبين هذه الأمة وفي تاريخ الدولة الأموية. قلت لكم إن الأمة لم تبتلى بمثل هذا البلاء على الإطلاق من لدن سيدنا محمد إلى يوم القيامة. ابتلينا في فترة حكم يزيد بن معاوية، وكانت هذه الفترة مدتها 3 أعوام فقط. في العام الأول حدثت الفجيعة والمصيبة العظمى في كربلاء، وفي العام الثاني استباح المدينة في واقعة الحرة المشهورة حتى دخل المسجد النبوي بخيله ورجله، وفي العام الثالث ضرب مكة بالمنجنيق وهدم الكعبة. هذا يزيد الملعون الفاسق المجرم، هذا يزيد بن معاوية. لم تمر على المسلمين فترة من فترات الحكم أبأس من هذه الفترة، ولذلك حتى في أدبياتنا نقول العن يزيد ولا تزيد. هذا ملعون، هذا كان مجرما، كان أهوجا ولي الحكم، لأن هذا أبعد ما يكون عن الخلافة، لأن الخلافة استخلاف بمنهج الله في كون الله لعمارة الأرض وعبادة الله وتزكية النفس. أما ما فعله يزيد فهو إهلاك للحرث والنسل، هو دمار للبنيان وللإنسان. صوب سهامه وسيوفه ورماحه تجاه آل بيت سيدنا محمد، باسم الحكم فعل ذلك. يوم أن وقف سيدنا أبو عبد الله الحسين عليه السلام وصلى الله وسلم على جده المصطفى محمد، وقف بهم في هذا المكان الذي سمي بكربلاء، وقال لهم: يا أهل بيت، إن القوم يريدونني أنا، فمن كان منكم منصرفا راجعا إلى مدينة جدنا سيدنا محمد فلينصرف ترفرف عليه رايات الرضا من الله، والله ما كنت لأمنع أحدا. فقاموا له وقالوا: أتقول هذا الكلام وأنت أنت ونحن نحن؟ والله نحورنا دون نحرك. يقولون هذا الكلام وهم يعلمون أن بينهم وبين الجنة ليلة إذا ولت أدبارها فتحت الجنة أبوابها. يقولون هذا الكلام وهم يعلمون أنهم محاصرون من جيش قوامه 4000 مجرم، 4000 مجرم حرب، مدججين بالسلاح ومدربين على أحدث تدريب الفروسية. يقولون هذا الكلام وهم العزل. سيدنا الحسين لم يخرج يريد حربا، وسيدنا الحسين لو كان يريد حربا لخرج برفقة جيش. أيعقل يا ترى أنه يخرج يريد حربا وهو في رفقة 72 فقط من آل بيت سيدنا محمد، معظمهم من النساء والأطفال؟ أي حرب هذه وأي جيش هذا؟ ما كان يريد حربا.